المؤامرات الكبيرة التي تتعرض لها الجزائر اليوم نظرا للتهديدات الأخيرة التي قام بها الكيان الصهيوني من المملكة المغربية اتجاه الجزائر، والتي تعتبر خطيرة ومنعرج خطير في تاريخ العلاقات الجزائرية، أقول مع الكيان الصهيوني التي لم يكن لها وجود. لكن خدنا السلام عليكم، شكرا على البارطاج، شكرا على لي زابوني، شكرا على الكلام الزوين اللي كنلقاه في التعليقات، وهذا كيزيدني تكليفا انني نستمر في نشر محتوى مفيد كنوعدكم بالتطوير ديالو سواء على المستوى التقني وكذلك على المستوى الموضوعاتي. الحلقه ديالنا اليوم غتكون حلقه ساخنه، حلقه مثيره، حلقه قصف الجبهه. الجبهه ديال من اللي جات فيها الضربه اليوم غادي يكونوا اصلا قصف جبهات في بزاف ديال الحلقات غادي نديروهم، لهذا كنقول لك دير ابوني دابا باش يبقاو يوصلوك وفعل الجرس. قصف الجبهه ديال ابواق النظام الجزائري، هاد الابواق اللي يسخروا هذا النظام باش تسب المغرب وتشوه السمعه ديال المغرب وتكذب وتفتن على المغرب. شحال من واحد يعني سولني قال لي علاش كتكلم غير على الجزائر؟ حنا المغاربه كاملين لحد الان فقط ندافع ونرد، يعني مازال ما وصلنا للمستوى ديال الهجوم وديال اننا نهاجمكم، حنا فقط في اطار رده الفعل وليس في اطار الفعل الحقيقي او سميتو هو اللي كديروا نتوما، كتسبونا، كتهاجمونا، كتعايرونا، وحنا من حقنا ندافعوا على ريوسنا وعلى بلادنا. ولهذا الحلقه ديال اليوم غتمشي في هذا المسار ديال الدفاع عن المغرب والوحده ديال المغرب والسمعه والشرف ديال المغرب والمغاربه. الحلقه ديالنا ديال اليوم غتكون على واحد الكذابه، واحد البوق، واحد الطباله. رحبوا معنا اليوم بابتسام الحملاوي. اليوم اقتصاد المغرب العام والخاص يعرفوا بلاه مبني على السياحه ومبني على الدعاره ومبني على تجاره الحشيش. في ظل جائحه كورونا ما كانش سياحه، بس نقولوا 70% من الاقتصاد تاع المغرب انهار، والدليل على ذلك انه حسب الدراسات والاحصائيات الاخيره نسبه الفقر في المغرب تضاعفت 7 مرات. بهذه الطريقة أصبح سكان ولاية عين الدفلة يقتنون مادة الحليب طوابير غداة وصول شاحنة التوزيع من أجل الظفر بكيس واحد وبسعره القانوني، والذي قد يمثل وجبة غذاء للبعض في ظل ارتفاع أسعار المواد الأخرى. عندي شكارة الصباح وشكارة حلى الدراري، والله شكارة الصباح وشكارة العشية، والله من حق وكراي البطاطا 10,000 هذاك والطوماطيش 10,000. ندور بجمع حليب نشربها ناكلها بالكس. مشاهد الطوابير طويلة هذه أضحت تتكرر يوميا لدى ساكنة سيدي بالعباس في أغلب مكاتب البريد منذ حوالي 3 أشهر، حيث أن المواطنين يجدون صعوبة بالغة في سحب ما في أرصدتهم من أموال، والسبب هو نقص في السيولة المالية التي لم تعد. مادة السميدة التي تشهد ندرة هنا داخل الجزائر. الملعب هذا المخصص كما ترون يدخل المواطنين بأعداد محدودة، يعني ما بين 100 و200 فقط يتم إدخالهم بالتناوب، يتم إجلاسهم على الكراسي، المسافة بينهم تكون. أنا ما عرفتش من كتجيب هذه الإحصائيات، ولكن عرفتها غير كذوب. نديروا عين شافت وعين ما شافت ونحاولوا نتيقوك. وغادي نقول لك ولو ان نسبه الفقر ضعفت في المغرب 7 المرات، فراه ما كنشدوش الطوابير ديال الزيت، طابور ديال الدقيق، طابور اعلى لبينا نتخلصوا من البنكه، طابور ديال الكتب المدرسيه، طابور ديال الحمامات، طابور ديال الغطاء، طابور ديال اللبس، طابور ديال البنات، طابور ديال التيت، طابور ديال الدقيق، طابور ديال الجبنه، طابور ديال القرعه، طابور ديال. ولكن على هذا الحساب في الجزائر اللي فيها كل شيء الطوابير غادي تكون ضعفت عندكم نسبة الفقر ب70 مرة على هذا الحساب واقيلا ياك. ابتسام الحملاوي غادي نجبدوا ليها اليوم بعد الكواليس ديال حياتها، غادي نجبدوا كيفاش درجت في المسار السياسي ديالها داخل الجزائر، وكذلك سنتحدث عن الفضائح الكبرى ديال هذه السيده اللي بركه غير كتهاجم على المغرب، غير كتسب على المغرب واحد 5 اشهر ولا 6 اشهر. هذه غادي نعرفوا علاش وكيفاش وشكون اللي مسخرها. هاد السيده كان معروف عليها بانها متملقه متسلقه قراده غير كتلصق في عباد الله. اللصقه ديالها بدات من بعد ما خدات الدكتوراه بشق الانفس في الجزائر، لان النقاط ديالها كانت جد متدنيه. يقولوا يعني شكون اللي عطانا هذا الخبر واللي غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، اللي هو الصحفي وكان صديق ديالها هشام عبود. ابتسام الحملاوي مشات سنة واحدة إلى فرنسا، وشكون اللي داها واحد المتملق، واحد الكابران يعني من المخابرات الجزائرية سميتو دليل حمدي. كانت عندهم علاقة
لن نتكلم كثيرا عن العلاقه لا ما كتهمناش، ولكن كانت عندها علاقه غير شرعيه مع الدليل الحمدي، داها لفرنسا. السيده من بعد عام ما عجبهاش الحال وهي ترجع للجزائر. ما يؤكد يعني هذا الكلام اللي قال هشام عبود ان دليل حمدي رفعت عليه مرته من بعد واحد القضيه ديال الطلاق، طلب الطلاق بسبب الخيانه مع هذه السيده اللي هي ابتسام الحملاوي. ما غاديش نتكلموا في هذه الحويجات واخا فيها بزاف ما يتقال، ولكن ماشيش موضوعنا. حنا بينا نمشيو نناقشوا الافكار والمسار السياسي ديال هذه السيده ونخلوا الامور الشخصيه ابار. تكلمنا غير على ما يهمنا او ما يفيدنا في الواقعه. ما يفيدنا هو التملق ديال السيده. من بعد ما جات الجزائر بدات يعني كتقرب من الحزب الحاكم جبهة التحرير في الجزائر وتمجد يعني في نظام ديال عبد العزيز بوتفليقه. بدا الحراك الشعبي في الجزائر وكانت هي من الناس اللي ضد هذا الحراك في الجزائر، وكانت كتكتب عليه يعني حتى في الصفحه ديالها اللي كاينه في الفيسبوك بين قوسين صفحه فقيره فيها 300,000 لا ترقى الى ان السيده يعني كتقول على راسها مؤثره وفاعله وسياسيه ومن نخبه النخبه في الجزائر، والصفحه ديالها 300k في الفيسبوك. السيده قلنا بدات كتهاجم الحراك الشعبي، وهنا فين بدات النكته اللي رفع عليها الشعب الجزائري. يعني نخليكم تسمعوا بعدا شنو قالت، شنو الموقف ديالها في الحراك، ونرجعوا نهضروا على الكلام ديالها. شوفوا مزيان. العاصمة ولات ما تقدرش تسكن في قلب العاصمة. حريتك تتوقف عندما تبدأ حرية غيرك. راهم مضايقات خطيرة، الناس مش قادرة تعيش في العاصمة. قالت لي كيما المظاهرات تاع الثلاثاء، قالت لي راني نغلق. كاين بزاف الناس تشكي، لي تاكسيور يشكي والناس تشكي. ما نقدوش حنا صح حنا نهضروا على حرية التعبير. انا تكلمت على يوم الجمعة. قلت الناس راهي معروفة بأنه تلتقي يوم الجمعة يوم عطلة. طيب خلوا الناس تجي. بس انت يوم عطلة سيدي. انا نسكن في العاصمة، ما عنديش الحق ندير لا سياست. عندك الحق. ولاو كيتكلموا عليها سيدة لاسياست، سيدة القيلولة في الجزائر. السيدة الشعب نايض محيح باغي يغير مصير ديال البلاد وديال الاجيال، والسيدة قالت لهم ما حشوماش عليكم ما تخلونيش ندير لاسياست. هاد الشيء جر عليه الويلات داخل الجزائر، ولات ما كتقدرش تمشي في الشارع، ولات ما كتقدرش تمشي للعمل ديالها، ولات ما كتقدرش تدخل السوق. بل اكثر من ذلك الجيران ديالها كسروا لها السياره ديالها وقالوا لها سيري بعدي من حدانا، ما بغيناش شي وحده بحالك او يعني كتدافع على النظام تكون جارتنا. وي جافي دي فوازين كانوا يضلوا يغنيو من جماعه بون ميم با كانوا حراكيست، زيتي ابوليتيك ولاو بروسكومون ولاو بوليتيزي. جيتي ان بو هارسولي كوميم في لا بيريود تاع الحراك، و اون بليس كسروا لي ميم لا فواتور تاعي. السيده جاها الصاد، بدات كتحس بالخطوره ديال الوضع، بدات كتحس فعلا ان الشعب كلامه مسموع، بان الانتصار غادي يكون الحليف ديال الشعب، وهي تبدل 180 درجه، وهي تولي مع الحراك وبدات كتنتقد وكتقول كلام خايب على النظام الجزائري. وهنا ملي بدلت الراي ديالها والموقف ديالها وبدات كتعبر عليه في وسائل الاعلام، هما يجبدوا ليها الشعب الجزائري دوسي اخر، هما يبداو يسموها بناشطه الفار. عرفتي شنو هي الفار؟ بداو يجبدوا ليها التصريحات القديمه وبداو كيقارنوها بالتصريحات الجديده. وغنشوفوا هذا الفيديو اللي انتشر بزاف في الجزائر اللي مونطوه ولاد الجزائر ونشروه ولاد الجزائر وضحكوا عليها به ولاد الجزائر. نشوفوا جميع. خروج سيادة الرئيس للشعب. الشعب عندهم مده وهم يقول الناس مش الشعب راهو يحب الرئيس تاعو، هذه لا مزايده عليها. عندهم مده هما حابين يشوفوا رئيس، الرئيس خرج خلال عمليه تدشين خط المترو ومسجد كتشاوى. صحيح. شافوا الشعب وجاب لي ربي الكاميرا اللي شافت صحة الشعب هي نفس الكاميرا اللي شافت صحة الرئيس، هي نفس الكاميرا اللي شافت الشعب اللي فرحان بالرئيس. رئيس بوتفليقه هو اللي جاب لهم الامن والامان، وكنت تهبط انت تروح للدشره ولا تروح للدوار في الجزائر العميقه وتقول لهم ما تنتخبوش الرئيس، تاكد بلاهم راح يعارضوك. بمعنى لديه شعبيه كبيره الرئيس، كبيره لا مزايده عليها. ثلاثه كي تضع صحة رئيس صح متعب، بس صحته ديجا راحت في خدمه الشعب، هذه الاولى. الثانيه صحته لا ما بعديك نسبوا انجازات الرئيس. ما الناس عندها المطالب تاعها باينه واضحه،
انت اليوم كي تخرج لي سيرليان تحرم الناس لوبيتال تاع لي غرون برولي في الجي سونتر ما تقدرش توصل له، امبولانس ما تقدرش تفوت، تهبط الولايه ما تقدرش تفري سوا اللي ما كانش توعيه للطلبه مام في الجامعات من طرف حتى الاساتذه. كيفاش انت على بالك لو كاين 100,000 طالب جديد يسون بريفو بور لاني بروشين حيديروا الباك السنه وزيد خرج العام هذا اني بلونش، العام جاي كيفاش شفتوا السيده كيفاش تبدلت 180 درجه؟ هذا كيبين التملق ديالها، يعني بدات التملق ديالها من خلال يعني البدايه ديالها بالعلاقه ديالها المشبوهه مع دليل يعني المدلول، حنا نقولوا ذاك العقيد المدلول، وبدات غاديه وغاديه وغاديه وهي دائما غير مع الجهه الرابحه. من بعد يعني حصول تبون على الرئاسه وبدات كتستقر الامور في الجزائر، السيده بدات كتقلب على موطئ قدم داخل الجزائر. شنو خصني ندير خصني نتكلم في شي حاجه وهي تبدا تتكلم على المغرب. لاباج ديالها دابا في الفيسبوك غادي تلقاو 90 او 95% ديال المنشورات كلها سب وقذف وشتم في المغرب وفي الملك ديال المغرب وفي الشعب ديال المغرب، ولكن نيتنا حنا كمغاربه غلبات فيها. عقلتوا على التصريحات ديال جمال بلماضي. جمال بلماضي فاش كان كيتكلم على شي تيرانات ديال الجزائر وبانها لا تصلح لكره القدم، وبدا كيشكر في التيرانات ديال المغرب وكيتكلم عليهم زوين. السيده ما عجبهاش الحال وهي تقول كتبت واحد المنشور خايب على جمال بلماضي وقالت ليه بانه ما خصكش تتكلم وسير روح لفرنسا وماشي من حقك تتكلم على الجزائر ولا التيرانات ديال الجزائر. وهذا الشيء اللي خلى الشعب الجزائري كله، يعني الشباب ديال الجزائر كلهم، انهم خرجوا في تدوينات وفي فيديوهات وبداو كيخرجوا على النكات اخرين وضحك جديد وكل شيء، يعني ولات السيده حالتها حاله الله. نشوفوا بعض المواقف وبعض الفيديوهات ديال بعض الاخوه الجزائريين اللي ردوا على هذا الابتسام الحملاوي. باقي لنا والو حنا. واش تعرفي انت في الستادات؟ واش تعرفي انت كنتي تعرفي غير بلاطويات؟ قلت لهم بالماضي فرونسي. وانت مين بالماضي فرونسي؟ غير يجي عاير الشعب. وراها السلطات هنا ربك تتحرك. خلونا رب ليك غادي. السلطات وراها هنا باش تتحرك يا شيخ ابراهيم. يا نورمالمون هادي مع العصابه نورمالمون وراها بالحبس. ما يجيش يولوا هاد الخمامير اللي كيما هاك. بالامس كانت لهم مين كان الحراك يطرش في العصابه، قالت لهم راهم حرموا عليا الرقاد. على ما حرموش عليك الرقاد مع بنت الديره. شفتوا النيه ديال المغرب. دابا في الجزائر اي واحد بغى يدير الماكياج للسيره ديالو، بغى يزينها ويقادها، يجي يسب المغرب. شفتوا الدراجي حفيظ الدراجي كان كينتقد المؤسسه العسكريه وكان كينتقد نظام الحكم في الجزائر، وكاين من المغضوب عليهم داخل النظام الجزائري، وكانت بزاف ديال المصادر بما فيها مصادر جزائريه كتقول بان النظام كيتسنى غير حفيظ الدراجي يدخل الجزائر وغادي يتم القاء القبض عليه. من بعد سنتين ما دخلش للجزائر، والعطله ديالو ديك السنه جا دوزها هنا في المغرب وشكر المغرب وتكلم زوين على المغرب، ولكنه توحش الام تاعو وهذا من حقه، ولقى السبيل الوحيد هو انه بدا يسب في المغرب ويشتم في المغرب باش ينال الرضا ديال الكابرانات ديال الجزائر. وفعلا كان له ذلك. البارح دخل الجزائر ومشى عند الام ديالو وعنقها. حنا بينا نقولوا لك الصحفي الدراجي، انا مني وجبد سامحك الله على ما قلته عن المغرب، فما دام الامر كيتعلق بالام ديالك وبهذيك اللحظه ديال العناق ديال الام ديالك، فاخويا سير بصحتك وحنا مسامحين لك كمغاربه. انا كنهضر على الاقل من جهتي، فكل شيء يهون من اجل تلك اللحظه التي نعانق فيها الام ديالنا. بغيت نقول للناس ديال الجزائر والناس ديال النخبه اللي كيعتبروا راسهم النخبه داخل الجزائر، بارك عليكم من الغباء، بارك عليكم من ديك التكليخه الكبيره. وكنظن بانكم راكم معذورين لان من تبون وشنقريحه مستشري للغباء ومنتشر الغباء،
فضروري غادي يكون الغباء تنتوما عندكم. سيروا تكلموا على الطوابير ديال العدس، تكلموا على طوابير الحليب، على الازمه الاقتصاديه عندكم في الجزائر، تكلموا على الناس اللي مشات البنكه بتخرج فلوسها وما لقاتهاش، ما لقاتش الفلوس ديالها. تكلموا على هاد الحويجات وخاطيكم المغرب راه غادي في الطريق ديالو، في المسار ديالو. ابتسام الحملاوي، بينا نقولوا لك ان شاء الله الله يجيب لك الشفاء، وان شاء الله هذاك القليب ديال الكبرى من مرض اسمه المغرب. ما تنساوش قصف الجبهات مستمر، وغادي نجيب لكم اسم اخر حتى هو نجبدوا ليه مسار شويه والاسرار ديالو والفضائح ديالو. هاد الناس ما كنهاجموهمش الا ملي كيهاجمونا. ما تنساوش كما قلت لكم في الاخير عليكم بالابوني، اشتراك، تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.